الدولة العثمانية اسم أرعب ملوك أوروبا ودوخ أباطرة الشرق والغرب، لكن هل تظن أن هذا المجد كتب لها بسهولة؟ لا، بل كان طريقها محفوفا بالموت والخيانة والمؤامرات. أعداء كثر أقسموا أن العثمانيين لن يحكموا يوما. قبائل وممالك وإمبراطوريات تحالفت جميعها لإسقاطها، وهي لا تزال في بدايتها. فمن هم هؤلاء الأعداء؟ إليك أخطر 5 أعداء واجهوا الدولة العثمانية في بدايتها. ابق معي حتى النهاية، لأن ما ستسمعه اليوم سيكشف لك الوجه الآخر لهذا التاريخ. أهلا بك في قصة وحكاية. عندما نتحدث عن الدولة العثمانية فإن أول ما يأتي على خاطرنا هم المغول، الطوفان القادم من الشرق. عندما تسمع كلمة المغول فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو الخراب والدمار. هؤلاء لم يكونوا مجرد أعداء، بل كانوا إعصارا من الدماء. في عهد عثمان بن أرطغرل كانت القبائل التركية تعيش في كابوس مستمر. المغول يدمرون المدن ويحرقون القرى ويقتلون بلا رحمة، لكن عثمان لم يكن مجرد زعيم قبيلة، كان رجلا يرى في هذا الخطر فرصة، فبدلا من الهروب استغل خوف القبائل الأخرى وجمعهم تحت رايته ليبني اللبنة الأولى لدولته. وعلى الضفة الأخرى يأتي الدولة البيزنطية، العدو الأبدي. هنا يقف العدو الأكبر، الإمبراطورية البيزنطية. منذ اللحظة الأولى أدرك البيزنطيون أن هذا الكيان الجديد يشكل خطرا على وجودهم. حاولوا قتله في مهده، حشدوا الجيوش وتحالفوا مع أمراء الأناضول وأرسلوا قادتهم لإبادة العثمانيين. لكن عثمان ومن بعده أورهان لم يكونوا لقمة سائغة، فكلما اشتدت الحرب كان العثمانيون يزدادون قوة ويسقطون القلاع ويمدون سلطانهم، حتى سقطت بورصة درة التاج البيزنطي في الأناضول. وأدرك البيزنطيون أن هذا العدو الصغير لن يتوقف حتى يصل إلى القسطنطينية، وقد كان. ولكن الخطر لم يكن يأتي دائما من الأعداء الخارجيين، بل أحيانا من أبناء نفس الأرض. وهنا نتحدث عن الإمارات التركمانية مثل القرمانيين. كانوا يرون في العثمانيين مجرد قبيلة صاعدة تريد سرقة مجدهم. حاربوا ضدهم وتحالفوا مع البيزنطيين وأرادوا إيقاف هذا الزحف العثماني بأي ثمن. لكن العثمانيين كانوا أسرع وأدهى، بالسياسة حينا وبالسيف أحيانا أخرى. نجحوا في إخضاع معظم هذه الإمارات، وبذلك لم يبق لهم منافس حقيقي في الأناضول. وهنا يأتي دور الحملات الصليبية، لم تكن انتهت بعد. وبالنسبة للملوك الأوروبيين لم يكن العثمانيون مجرد دولة ناشئة، بل عدوا إسلاميا يجب سحقه قبل أن يصبح قوة لا تقهر. أرسلوا جيوشهم وحرضوا الممالك المسيحية في البلقان، وحتى البابا في روما دعا إلى حروب صليبية جديدة ضدهم. لكن العثمانيين رغم صغر حجمهم مقارنة بأعدائهم كانوا يمتلكون شيئا لا يملكه الصليبيون، وهي العقيدة. بدلا من أن يتم سحقهم أصبحوا هم من يقترب من عقر دار أوروبا. وكان يقال إن العثمانيون يصبحون ويمسون في فتح دولة جديدة من أوروبا، وسيأتي ذكر ذلك في الحلقات التي نسردها من حكايات عثمانية، فلا تنسى دعمنا باشتراك لمشاهدة تلك الحلقات. أما أخيرا فالعدو الأخطر الذي لم يكن صليبيا ولم يكن بيزنطيا ولا حتى مغوليا بالكامل، بل خليط من كل ذلك، وهو تيمور لانج، القائد السفاح الذي أرعب العالم، الرجل الذي لم يترك مدينة إلا أحرقها، ولم يواجه جيشا إلا أباد نصفه وأسر نصفه الآخر. عندما اصطدم بالعثمانيون في معركة أنقرة عام 1402 كانت الكارثة. هزم حينها السلطان بايزيد الأول ووقع في الأسر، وقيل أنه مات حزنا وإذلالا. ولأول مرة كانت الدولة العثمانية على حافة الانهيار، لكن المفاجأة أنها لم تسقط،
بل استطاعت رغم الانقسامات والضعف أن تنهض من جديد لتعود أقوى من أي وقت مضى. وهكذا كانت الدولة العثمانية مثل قطعة الحديد التي زادتها النيران صلابة، حروب وخيانات وأعداء من كل حدب وصوب، لكنهم لم يستطيعوا إيقاف هذا الزحف العثماني. والسؤال لك الآن: من برأيك كان أخطر أعداء الدولة العثمانية في بدايتها؟ وهل كانت ستنهض بهذه القوة لولا هذه المعارك المصيرية؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك معنا لترى المزيد من الحكايات العثمانية. نراكم في حلقات قادمة في قصة وحكاية.